نفسك تاكلي حتة لحمة كده حلوة معمولة بمزاج في طاجن كده؟ تعالى أقولك ازاي. الطريقة سهلة وبسيطة جدا وفي منتهى الجمال، هتطلع معاكي روعة وسهلة قوي. حاجة كده ما تاخدش معاكي وقت. تعالي نبدأ الفيديو سريعا كده وأقول لكم الطريقة عاملة ازاي، بس يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا اولا نجهز الطاجن بتاعنا، هنضيفه على النار، هنسيبه لحد لما يسخن معانا شويه، وبعد كده هضيف الماده الدهنيه بتاعتي، وبعد كده هضيف قطع اللحمه بتاعتي الضاني. طبعا في الوصفه دي بتبقى الضاني احلى بكتير. هسيبها ان هي تتشوح معانا شويه كده، واول ما تتشوح هبتدي ان انا انقلها على الجنب التاني. اهم حاجه ان انا انقلها كل وقت والتاني علشان تبتدي ان هي تتقفل المسام بتاعتها، وكمان اخد منها صوص حلو. خلاص خلص الجنب ده، هبتدي ان انا اقلبها الجنب التاني. وخدي بالك احلى وصفة ممكن تعمليها للحمة انك انت تحطيها في الطاجن ده، عايزة اقول لكم بيدي طعم رهيب جدا. يعني كده الخلاصة، لو عايزة تعملي أكلة حلوة والطعم بتاعها يطلع خطير من الآخر، يبقى هو الطاجن البلدي زي ما بقول لكم كده. خدي أحلى طعم وأحلى جمال، حاجة كده بتطلع خيال. بصوا كده اتشوحت معايا من الجنبين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وخدت اللون الذهبي. وفي المرحلة دي أول ما أتأكد إن خدت معايا اللون الذهبي، هبتدي إن أنا أغلي مية. أستخدم معايا مية تكون ساخنة جدا. خلاص هبتدي إن أنا أنزلها على اللحمة بتاعتي، بس خدوا بالكم أنا مش هضيف طبعا كمية مية كتيرة. معلش البخار عامل معايا في الكاميرا علشان بس درجة حرارة الطاجن عالية جدا زي ما قلت لكم. بصوا هنزل المية بتاعتي يعني ما تغطيش اللحمة، يعني تكون بس في المنتصف كده زي ما انتوا شايفين بالكمية دي. أول ما تحتاج معايا مية هضيف تاني طبعا. بص أنا هغطيها دلوقتي وأسيبها معايا شوية على نار تكون متوسطة. هبص عليها تاني، هقلبها الناحية التانية بالشكل اللي شايفينه ده. بصوا بقى كمان قصوصها عمل ازاي، أخد من لون اللحمة، حاجة كده في منتهى الجمال. هحط لها كمان كمية مية تاني لأن المية خلاص بتاعتها خلصت شوية. وبعد كده هضيف معايا حاجة بسيطة كده من البصل اللي هو القوارم الصغير، عارفينه ده بيبقى جميل جدا، بيدي طعم كده مسكر قوي مع اللحم. كمية بسيطة اللي أنا ضفتها. بعد كده هجهز معايا البطاطس وأبتدي أقشرها بالشكل ده، وبعد كده هبتدي إن أقطعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. أنا عايزاها مكعبات يكون حجمها متوسط، مش كبيرة ولا صغيرة، زي الحجم اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. اخلص التقطيع كله، وبعد كده هاخد البطاطس بتاعتي وهبتدي اغسلها كويس بالميه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا كده انا بطمن على الطاجن بتاعي وببص عليه، لقيت اللحمه بتاعتي خلاص وصلت تقريبا ل90% من السوا بتاعها، حلو جدا. وكمان عندي البصل زي ما انتم شايفين ما شاء الله كمان استوى معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده الطاجن بتاعي يعتبر استوى او اللحمه استوت معايا، وطبعا لسه الميه موجوده او الشوربه بتاعت اللحم. هبتدي بقى نضيف التوابل بتاعتي، اضيف الملح، وبعد كده هضيف رشه من الفلفل الاسود، وبعد كده هضيف بقى حاجه كده جباره بتديها طعم جميل جدا، هبتدي اضيف ورق اللورة، وبعد كده هضيف معايا جوز الطيب، رشه بسيطه قوي كده من جوز الطيب. كل دي حاجات بتديها اطعمه رهيبه جدا للحمه بتاعتي. هقلبها كده عشان التوابل، وبعد كده أضيف معايا البطاطس بتاعتي بالشكل ده. ابتدي بقى اقلب البطاطس مع اللحمه، احط البطاطس من تحت لان خلاص اللحمه هي تعتبر استوت معايا، البطاطس بقى تستوي من الصوص اللي هو نزل من اللحمه ده. وبصي الجمال كله والطعامه دلوقتي. غطيتها شويه وسبتها لحد لما استوت معايا بالمنظر ده البطاطس، وبعد كده هاخدها على طول في الفرن بتاعي بتاع البوتاجاز واحطها واسيبها بقى شويه، بتاخد ريحه كده في منتهى الجمال. ابتدي بقى اعمل معايا الرز الابيض المصري، طبعا مع الوصفه دي بتبقى في منتهى الجمال. شوحت الرز وبعد كده ضفت عليه الميه تكون بتغلي عشان يطلع معايا الرز مفلفل كده وحلو. ويلا بقى نضيف الطاجن بتاعنا ونشوفه حاجه كده جميله الجمال زي ما بيقولوا. يلا نفتحه كده ونشوفه. بصوا عايزه اقول لكم الريحه بتاعته كانت في منتهى الجمال، رهيبه جدا. هتقعدي تاكلي هنا منها للسنه الجايه مش هتشبع منها. وصفه كل ما تكوني تشتاقي لها اعمليها على ضمانتي، هتطلع معاكي في منتهى الجمال، حاجه كده تحفه. ومع الرز الابيض زي ما قلت لكم الرز المصري هتحلى معاها اكتر واكتر. شايفين الجمال والطعامه؟ طبعا اللحمه بتاعتي فيها الصوص بتاعها زي ما انتم شايفين، والف هنا.